خلصت شغل؟ خلصت شغل. طيب ممكن اتكلم معاك؟ والله للاسف انا مستعجل ولازم امشي. مش هاخد من وقتك غير 5 دقايق. اوكي. طبعا انت مستغرب من التغيير الجذري اللي انا فيه. في الحقيقه انا بمثل وعصر على نفسي ليمون عشان اجي اتكلم معاك. نعم. دي الحقيقه. بغض النظر عن اللي انا حاساه، انا كلمتهم هنا واول ما قالوا لي انك موجود قررت ان انا اجي عشان اعتذر لك. انا ما كنتش متخيله ان هي بتحبك قوي بالشكل ده لدرجه ان هي تقول لي انا هاخد هدومي وهمشي وهرجع تاني اوضتي ومش هتشوفي وشي، لازم تكلميه تعتذري له. قلت لها ليه؟ كل ده عشان ايهاب؟ هو انت بتعزيه اكتر مني؟ قالت لي لا بس انت غلطتي فيه. قلت لها خلاص هكلمه في التليفون اعتذر له. قالت لي لا انت لازم تروحي له وتعتذري له بنفسك لانه مش هيقبل الاعتذار وهو في التليفون. قلت لها لا طبعا انا مش هروح له ولا هعتذر له. قالت لي خلاص انا ماشيه. انا مش عارفه هي ازاي بتعزك للدرجه دي. استاذ ايهاب انا بجد اسفه بس انا متوتره جدا عشان الايجنت اللي انا شغاله معاهم انا مأخره عليهم الشغل وهم عاملين لود عليا، وانا جبت شقه والشقه كانت عاليه قوي. انت عندك حق، انا ما كانش ينبغي ان انا اخد شقه في مكان عالي زي ده. لما الاسانسير يعطل ازاي هتطلع وتنزل كده لوحدها؟ انا مش عارفه انا ازاي فكرت كده. يمكن كنت انانيه شويه في تفكيري بس هعمل ايه؟ ارجوك ارجوك اقبل اعتذاري. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. انا نقلت حياتي كلها هنا علشان خاطر اعيش معاها، انا بحبها جدا وهي مش عايزه دكتور غيرك يعالجها، والموضوع ده مستفزني. بس ارجوك حتى لو انت عايز تعتذر عن السيشنز اللي انت بتديها لها انت ممكن تقول لها اي حاجه تانية غير انك تكون زعلان مني. انت مش فاهم الموضوع ده موترني ازاي وانا مش عارفه اتصرف مع حد. بس ايه ده؟ انا صدعت. طب هتعمل ايه؟ عندي اوردرات بس معيش بضاعه خالص. والله ولا تي شيرت. الراجل اللي كنت بتعامل معاه غلى عليا جدا، بحاول اظبط مع حد تاني. خلاص والله لو ظبطت حاجه هلغيك يعني. ماشي حبيبي. والله كان درس ايه النهارده؟ فيزيكس. شاطره بقى؟ اه طبعا شاطرة. اخواتك شاطرين برضه من ايام الكاوتش. كاوتش ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. متحوريش. وبودرة العفريت برضه انت السبب فيها. انا مش هرد على فكرة. مين قالك انك عايزك تردي يا حبيبتي؟ ردي على مامتك بتعرف. وانت بتقول لماما هبقى انا كمان بقول لباباك على الفرن والعصير. اثبتي. واثبت انت كمان. وماله؟ المشكلة ان انتوا عيال صغيرة. لا واغبياء. ما كانش في درس فيزيكس ولا حاجة. دخلت السنتر وطلعت ركبت عربية مع واحد ومشيت. بس انا مش هقول لمامتك ده عشان انا ما يخصنيش. اللي يخصني انت تبعدي عني انا واخواتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. حضرتك حاسة انك احسن دلوقتي؟ أحسن الحمد لله. حسن مش طبيعي، البرتقال ده مرشوش حاجة. ممكن على فكرة، ممكن. اكيد كان محطوط فيه حاجه. كنت عاملة ايه يا ليلى؟ بقيت كويسة؟ متقلقيش تبقى أحسن إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله. علي قال لي القرصين دول هيظبطوا الموضوع خلاص، وهو اللي قال لي اشربكوا قهوه. شوف بقى فايدة إن يكون عندك صيدلي في البيت برضه. لا بس أنا أفهم إن البرتقال ده لو مرشوش حاجة يجي لنا إسهال، بس اللي حصل ده مش طبيعي، في حاجة. والله علي بيقول ان في حالات كتير كده راحت له الصيدلية. ما أصل لا، علي ده يعني صيدلي أصل حكيم يعني. ممكن تبقى مرشوشة يعني، مش عارف. بابا انا جعان ولسه ما فطرتش. حبيبي بص، بعد كده لما تكون جعان ابقى تعالى قول لي أنا. لولا اللي حصل كان زماننا فطرنا يا حبيبي. لا خلاص ارتاح أنت، أنا هقوم أعمل. أنا بقيت كويسة، أنا بقيت كويسة خلاص. طيب انا طالع بقى اغير وانزل. محتاج العربية النهارده يا بابا؟ لا مش محتاجة النهارده. انا كمان هطلع اغير. إيه ده أنت رايح فين؟
انا ندى هتعدي عليا، هنخرج. وانا نازل اقعد مع اصحابي شويه. اه طب يعني شوفوا كده، لو اخواتكم يعني عندهم مشاوير كده ووصلهم في سكتكم. انتوا كنتوا فين؟ كنا فوق بس نزلنا من السلم التاني. عاملين ايه دلوقتي؟ احسن. اه حلوين حلوين. وليلى هتبقى كويسه. اوكي. حبيبتي. اي مشاوير لاخواتك يعني ايه في سكتك خدهم معاك. طبعا اللي عايز يروح اي حته يقول لي وانا هوصله. انا قاعده النهارده. وانا كمان. انا عندي سنتر بس بعد الظهر. طب خلاص، تبقى تعدي بقى على ليلى تجيبها من السنتر. حاضر. لا 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 لا، مفيش لزوم، انا هوصلك، انا هوصلك. لا لا لا، طالما ما راهوش حاجه، ده يعني وضع جديد ونظام جديد لازم هنمشي عليه. ها؟ وبعدين البنات ما يعرفوش المكان هنا، هنسيبهم لوحدهم ولا ايه يا رجاله؟ ها؟ لا طبعا، ايوه. انا تحت امركم في اي وقت، العربيه معايا. وانا كمان عربيتي اي وقت عاوزينها ممكن تاخدوها. ناديه من فضلك، انا موضوع العربيات ده بالذات انا ماشيه بنظام، فعايز احافظ عليه لو سمحت. انت مش قلت نظام جديد دلوقتي؟ سيبني براحتي من فضلك. العربية كلنا نشترك فيها، عربيتي يعني كلنا. اوكي يلا، طب روحوا بسرعه كده وانزلوا عشان هنفطر كلنا سوا. ممكن اعدي؟ اتفضل. شكرا. عفو. شكرا. عفو. هاتي المية دي. بريقي ناشف قوي. واحنا على اخر الزمن نشتغل عندهم سواقين؟ دي بقت حاجه تقرف والله. ما تهدى يا ام مراد، في ايه؟ منهم هيعدوا. طب أي حاجة، هتفضلي كده؟ يا مراد تعال. تسلم ايديك يا طنط. بالهنا والشفا يا حبيبي. اقعد كل. ايه ياض مالك في ايه؟ مفيش حاجه. انت استحميت؟ ايوه اكيد يا بابا، انا من امتى بنزل من غير ما اخد شاور؟ امال في ايه؟ مفيش حاجه. انا اسف على التاخير. انت بتعمل ايه كل ده؟ كنت بلبس. كل يا حبيبي. حاضر حالا. ايه ياض مالك في ايه؟ مش عارف في ايه. فطار بقى بجد. في ايه؟ في حاجة غريبة. مالك انت كمان؟ مش عارف. في ايه يا ولاد؟ عارف. بتضحكوا على ايه؟ هو انتوا عندكم حساسية من حاجة؟ لا لا، انا هاخد شاور تاني. فاهم في ايه؟ انا هروح انا كمان. قلة الأدب بتاعتكم انتوا الاتنين دي. مش بطلوا ضحك، بتضحكوا على ايه؟ الله؟ في حاجه مش طبيعيه والله. في حاجه مش طبيعيه. حاجه مش طبيعيه ازاي يعني يا معلم؟ أنا متأكد إن أنا سبت هدومي قبل ما استحمى على السرير. ايه البودره دي؟ دي بودرة عفريت. دي بودرة عفريت. الجزم دول دخلوا الأوضة هنا واحنا مش موجودين. ده أنا هزعلكوا زعل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.